السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. واتمنى تكونوا يا رب في اتم صحة وفي احسن حال. الفيديو اللي فات كنت عملت لكم اللي هو ازاي هنمشي طول الشهر، هنجيب متطلبات بيتنا ازاي. والفيديو على فكرة عجب ناس كتير، الحمد لله يا رب، الحمد لله. وتعالوا بقى النهاردة هنتكلم عن ازاي توفقي بين شغلك وبيتك واولادك. تمام. طبعا، احنا ربنا سبحانه وتعالى كرمنا في القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى قال إن كرمنا بني آدم. يعني لازم تكرمي نفسك زي ما ربنا سبحانه وتعالى كرمك. انتي الحمد لله ربنا كرمك واداكي، يعني كبرتي واشتغلتي وبقيتي ام وصاحبة اولاد وصاحبة وربة، يعني صاحبة منزل وصاحبة شغل وصاحبة مسؤولية. فانتي لازم تكرمي نفسك زي ما ربنا سبحانه وتعالى كرمك. طيب، احنا يا جماعة يعني لازم نفسنا تبقى غالية عندنا، لازم نفسك تبقى غالية عندك. يا ريت نفسك تبقى غالية عندك علشان يعني تقدري نفسك وتحبيها. مش تدنك تدي 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 من غير مقابل. كده غلط. انتي لما تدي من غير مقابل بعد كده الناس هتدوس عليكي، بعد كده اولادك هيدوسوا عليكي، اقرب الناس هيدوسوا عليكي. انما انتي لازم تعرفيهم ان انتي ليكي حق عليهم. لازم تعرفيهم ان انتي زي ما انتي بتشتغلي وبتتعبي وبتروحي شغلك وبتيجي تعملي اكل وبعد كده بتسهري تذاكري لهم، وبعد كده لا لا، انا مش شغاله، معلش انا مش سامعه بحترك عشان الاخرين، لا انا كمان ليا حقوق وليا واجبات وعليا واجبات انا كمان، خلاص كده. فانتي لازم تقدري نفسك وتحبيها وتديها حقها علشان تقدري تسعدي اللي حواليكي. قدري نفسك في بيتك ومع اولادك. تمام كده. طيب، احنا يعني أغلبية اللي بيشتغلوا دول بينزلوا من البيت الساعة 8 الصبح. فطبعا واحدة بتصحى مثلا، يعني واحدة شغلها الساعة 8 هتنزل، يعني هتصحى أقل حاجة 6. طب هتصحي 6 ليه؟ طبعا أولادك في المدرسة، عايزة تنزلي أولادك قبل منك، عايزة تعملي سندوتشات، عايزة تجهزي مثلا حاجة للغدا. طيب بصي بقى يا حبيبة قلبي، من غير ما تفكري ولا تحتاري احنا هنعمل ايه علشان خاطر مش تروحي الشغل وترجعي ما تعرفيش تعملي حاجة وتبعتي تجيبي دليفري في الحياة الغالية اللي احنا فيها دي والفلوس ما تقضيش لآخر الشهر ومش عارفة، والمواصلات والأولاد. بصي بقى يا ست الكل اللي بتشتغلي، ربنا يعينك ويقويكي. ويعني مش عايزه اقول لك قد ايه انت بتتعبي، وقد ايه انت بتمشي، وقد ايه انت بتروحي، وقد ايه انت بتيجي، وقد ايه انت بتقدمي رساله في شغلك علشان غيرك يستفيد. ربنا يعينك على حالك وربنا يرزقك وينصرك. بصي يا ست الكل يلي بتشتغلي يا حبيبة قلبي، انا احنا مقدرين تعبك ومقدرين مجهودك ومقدرين ان انتي بتتعبي وبتروحي وبتيجي وربنا يعينك ويقويك على اللي انتي فيه، وبترجعي برضو على بيتك وعلى اولادك وعلى جوزك. فالدنيا بصراحة مع اللي بيشتغلوا دول الله يقويهم ويعينهم، بيقدموا رسالة جميلة جدا للمجتمع، وطبعا بيفيدوا غيرهم في شغلهم، الله يقويهم ويعينهم. احنا لازم نحفزهم. انا عامله مخصوص الفيديو ده علشان خاطركم، علشان خاطر اشكركم على اللي انتوا بتعملوه للناس طبعا، وكمان علشان خاطر يعني اللي في بيوتكم، اللي هم اولادكم وازواجكم يقفوا جنبكم. لان بصراحه ست البيت اصلا بيبقى عليها يعني عليها حمل، البيت والاولاد ده حمل كبير يا جماعه والله. انا بكلم كل راجل بقول له يعني، كل راجل مراته بتشتغل بقول له احمد ربنا ان مراتك بتشتغل وبتدخل لك دخل وبتساعدك في البيت، ولازم انت برضو تقف جنبها وتكون رحيم بيها، وتكون يعني ودود اليها وترحمها، لان ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا بينكم مودة ورحمة. ما تجوش عليها بالجامد يا جماعة. آه، بصي بقى يا حبيبة قلبي، انتي قبل ما تنزلي هتجهزي اكلك. لو هتعملي مثلا مكرونه بشاميل، هتروحي جايه سلقه المكرونه، هتروحي جايه معصجه اللحمه، هتروحي جايه عامله البشاميل. هترجعي مثلا وانتي راجعه هتروحي سوقك عادي، هترجعي يا دوبك هتروحي جايه مجهزه الصينيه وحطاها في الفرن، ما فيش ربع ساعه نص ساعه الدنيا خلصت معاكي واحلى غدوه. طبعا انا بتكلم يا جماعه بقول للي بيشتغلوا يجهزوا الحاجه قبل ما ينزلوا. انا بقول لك شويه افكار يعني، بصوا احتمال تعجبكم،
واحتمال طبعا ما تعجبكوش، كل واحد وراحته يعني. بس انا يعني دي وجهة نظري. الست اللي بتشتغل تجهز غداها قبل ما تنزل، وترجع تروح سوقها، وهي راجعه من الشغل مثلا الساعه 3، تروح السوق، تروح السوبر ماركت، تجيب اللي هي عايزاه. في اماكن على فكره يا جماعه الخضار والفاكهه ما بيقفلوش فيها خالص. تمام. بعد كده بترجع طبعا تجهز غداها، خلاص كده. وهتنامي ست الكل بعد الغدا مثلا ساعه، وهتقومي تشوفي اولادك، خلاص كده تشوفي اولادك، تشوفي مذاكرتهم لو هم مثلا في دراسه، تشوفي مذاكره اولادك، تشوفي ناقصك ايه في البيت هتعمليه. وبعد كده انا عايزه اقول لكم ان انا كل ما اجي اصور الفيديو ده معرفش ايه اللي بيحصل. دي تالت مرة أو رابع مرة يعني أصور لكم الفيديو. صدقوني كل ما أجي أصور في دوشة تحصل، في خلافات تحصل، في مش عارفة إيه يحصل. فتابعوني بقى يعني أتمنى منكم كده اشتراك القناة يا جماعة، ولايك حلو منكم كده، علشان خاطر قناتي تكبر بيكوا وليكوا. وشوفوا لو في أي موضوع عايزين نتكلم فيه أنا تحت أمركم. يبقى احنا هننزل من البيت الساعة 8 الصبح، نروح شغلنا بأمر الله من غير شر يا رب. قبل ما ننزل هنجهز الأطباق بتاعتنا بتاعة الغداء، هنخليها مثلا يا إما على التسوية يا إما على التسخين. بعد كده يعني احنا الشقة يا جماعة هنروقها مرتين في الأسبوع. يعني ايه مرتين في الأسبوع؟ يعني مثلا مرة يوم الاثنين هنظبط، هنحط لنفسنا جدول نروق فيه الشقة مرتين في الأسبوع. مثلا ليه؟ لأن يوم الجمعة كده كده بيكون أجازة، فكده كده هنروق يوم الجمعة. طب واليوم بقى اللي هو في نص الأسبوع اللي هو هيبقى يوم مثلا الاثنين، تمام كده، هيبقى مثلا يوم الاثنين هنروق فيه مثلا. مثلا يوم الاثنين، يوم الجمعة دوت هنخليه بقى تنفيض ومسيح وترويق من الألف للياء. أما مثلا يوم الاثنين أو يوم الثلاث بيبقى عبارة عن مثلا كنيس كده بالمكنسة، مسح الحتت الفاضية كده بالشرشوبة، تنفيض وتلميع الخشب، بس حاجات بسيطة كده من على الوش، خلاص كده. وإن شاء الله الشقة بتاعتك هتبقى دايما زي الفل وزي القشطة. بعد يا جماعة ما نيجي بقى ونتغدى بقى وننام بقى ساعة، ونقعد بقى كده على رواقة، نعمل ايه؟ هنقعد طبعا مع أولادنا نشوف مشاكلهم ايه. عملت ايه النهاردة يا حبيبي في مدرستك؟ عملت ايه النهاردة في درسك؟ في حاجة مثلا هو حاببها يتكلم معاكي فيها، عايز يجيبها، عايز يعني. انا من رأيي والله بعد يعني من رأيي يعني النقاش مع الاولاد دوت بيحبب الاولاد فيكم، وبيخلي الولد ما يخبيش عليكم حاجة. حتى لو هو فرضا ان هو مثلا خبى عليكي حاجة، هيرجع هتلاقيه من نفسه جايلك وبيقولك ايه، مثلا في حاجة حصلت النهاردة يا ماما في المدرسة، في مثلا النهارده يا ماما حاجة حصلت في المدرسة، ويقعد يكلمك عليها ويقعد يحكي لك عليها. فطبعا يعني انا بكلمكم والله كأخت، المناقشة مع الاولاد بالذات في السن اللي هو بتاع الاعدادي والثانوي دوت لازم لابد منه، علشان خاطر احنا لازم نخلي بالنا من اولادنا. لان يعني دوت بيكون يعني مفتاحنا لقلب اولادنا. لازم من السن ده نبدأ الكلام معاهم، مش ان احنا نهمل اولادنا مثلا ونفكر في حاجة واحدة بس في حياتنا. لا، انا عايزاكي تفكري في كل حاجة تخص بيتك واولادك. جوزك يا جماعة، يعني في ستات بتقول جوزي ما مهملني، جوزي ما بيحبنيش، جوزي ما يعني مش يعني انتوا فاهمين، في مشاكل ما بين جوزها مستديمة. في الحالة دي احنا نعمل ايه؟ هقولك سيبك من جوزك ده خالص، هقولك سيبك منه خالص، سيبك منه خالص، واهتمي بنفسك وبأولادك وببيتك وبس. صدقيني لما انتي تطنشيه شوية هو اللي هيسأل عليكي. صدقيني لما انتي تطنشيه شوية هو اللي هيجي، هو اللي هيتصل عليكي يقولك انتي فين، بتعملي ايه، طب انتي النهارده بتعملي ايه، طب انتي رايحة فين، طب انتي جاية منين. انتوا فاهمين؟ فيعني ايه، يعني حطي جوزك شوية كده ايه على جنب كده، حطيه بس شوية كده، شيليه من دماغك شوية، خلاص كده. طيب
طبعا انا عايزاكم تهتموا بالرياضه بتاعت الاولاد. الرياضه بتاعت الاولاد دي حاجه جميله جدا. في الصيف مثلا توديهم نوادي، تشترك لهم في السباحه، في في الباسكت، في الكوره، كره القدم. الحاجات دي كلها بتنمي مهارات الطفل يا جماعه، بتنمي مهارات الطفل وتخليه بعد كده فيما بعد يحب، يعني ايه، يكون عنده طاقة. خلاص بقى هو بقى الأجازة بتاعته دي مش خدها مثلا عشان خاطر ايه، مش خدها عشان خاطر يدنه قاعد في البيت، لا. نمي مهارات طفلك في الأجازة، هننمي مهارات طفلنا، وفي الدراسة هنساعدهم في مذاكرتهم. طبعا احنا عارفين ان احنا بنودي مدارس وبنتعب، وبنودي دروس وبنتعب انتوا فاهمين، ومصاريف بره ومصاريف جوه. فعشان خاطر ثمرة حياتكم اللي هم أولادكم، ربنا يا رب يخليهم ويفديهم، وربنا إن شاء الله يعزهم في الدنيا. ويعني ويخليهم لكم كده دايما. احنا عايزين نعرف نوفق، يعني ونتكلم مع أولادنا ونحس بمشاكلهم. خلاص كده، وعايزين كمان نعرفهم. يعني أنا عايزاكي تعرفيهم برضو في نفس الوقت اللي انتي بتتكلمي مع ابنك فيه أو بنتك فيه، ان انتي ليكي حق عليه زي ما هو ليه حق عليكي. انتي ليكي حق عليه. الحق بتاعك ايه؟ الحق بتاعك ان هو يسمعك، ان هو ينصت لك، ان هو معلش برضو يعني زي ما انت عايزني اسمع لك انت كمان تسمع لي. زي ما انت عايزني اتكلم معاك انت كمان اتكلم معايا. انا ليا حق عليك، انا عايزاك تطبطب عليا، انا عايزاك يعني ايه تقولي لبنتك انا عايزاكي تاخديني في حضنك. خلاص كده، حاولوا ان انتوا تحسسوهم ان انتوا محتاجين لهم. الكلام دوت من الأمهات للأبناء. الأمهات تحاول تحسس أبنائها إن هي محتاجة لها، لأن انتي لو ما حسستيش ابنك إن انتي محتاجة له، ومحتاجة العطاء، ومحتاجة إن هو يقعد يتكلم معاكي، واعتبرتيه بني آدم أصلا من الأول، هو بعد كده هيهملك بعد ما يكبر. مش هيتكلم معاكي، مش هيقعد معاكي، مش هيتشارك معاكي في اي حاجه. ليه؟ لان انت اصلا ما اديتيلوش من البدايه نقطه العطاء دي. فاحنا عايزين ندي لاولادنا يا جماعه المساحه الكافيه ان هم يقعدوا يتناقشوا معانا ونشوف نفسهم في ايه. ونحاول لو الحاجه اللي احنا دي مش هنقدر نعملها، نحاول نفهمهم ان احنا مش هنقدر نعملها. مش هنقدر نعملها مثلا، مش ان انا مش هعملها لك علشان خاطر انا مش عايزه اعملها لك، لا. في فرق. لو الحاجة دي كويسة، لو الحاجة كويسة وابنك طلبها منك، يبقى لازم تتعمل. اما لو الحاجة دي مش كويسة وابنك طلبها منك، يبقى لازم نقعد ونفهمهم ونشرح لهم ان الحاجة دي مش كويسة، ان الحاجة دي ما تنفعكش، ان الحاجة دي ضرر عليك، علشان فيما بعد يقتنع بكلامك وياخد بالاسباب، وي... ويفكر مثلا في حاجة تانية هو عايز يعملها. خلاص كده. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم. واتمنى تتفرجوا عليه من الاول للاخر. واتمنى اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامه.